السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندس أحمد الحضري. ده الفيديو الثالث في التكامل، واللي هنشرح فيه الطريقة الثانية من طرق التكامل، واللي هو التكامل بالتجزيء. خلونا نخش في الموضوع على طول، عشان أنا بحب الدرس ده قوي وبحب الدخول في الموضوع ده قوي قوي قوي. التكامل بالتجزيء. احنا قلنا احنا في طريقتين من طرق التكامل. أول حاجة كان التكامل بالتعويض، والتكامل بالتعويض ده احنا كنا بنعمله لما كنا بنلاقي مشكلة من المشاكل اللي بتقابلنا، زي ان اللي يكون اللي جوه القوس ما هوش معادله من درجه اولى، او ان يكون اللي جوه الجذر ما هوش معادله من درجه اولى، او ان المقام ما يبقاش معادله من الدرجه الاولى وما عرفتش اختصره مع البسط، او ان يكون معايا داله اسيه والاس مش معايا برضو معادله من الدرجه الاولى، وعرفنا يسيد الاربع ملاحظات، وعرفنا ان لو مش معانا اصلا حاجه من مشتقاتها موجوده هنعمل فيها ايه. وكده خلصنا من التكامل بالتعويض. التكامل بالتجزيء بقى ده عباره عن ايه؟ عباره عن تكامل حاصل ضرب دالتين، بس حاصل ضرب دالتين مفيش واحده فيهم التانيه مشتقتها، ولا واحده فيهم عليها الازمه. يعني مثلا زي مثلا تكامل، وليكن مثلا س ه اس س بالنسبه لس، مثلا زي دي كده. هتقول لي هي مش دي الاسيه؟ طب الاس، ما الاس س، فين المشكله اللي هو عاملها؟ ما هو معادله من الدرجه الاولى. طب هل السين دي مشتقه السين دي ولا اي حاجه؟ طب انا دلوقتي لو رحت فرضت دي زي مثلا تكامل بالتعويض، مش كنا بنفرض مثلا حاجه عامله مشكله؟ لو قلت ان مثلا السين دي عامله لك مشكله وفرضتها بعين، فيبقى السين بتساوي عين، فيبقى الدال س بتساوي دال عين، هترجع تحطها هتلاقي المساله بقت عين ه اس عين دال عين، يعني ما عملتش حاجه. فالفكره كلها بقى ايه يا باشا؟ ان عالم جميل قوي قال لك احنا هنعمل حل لذيذ خالص للموضوع ده. هو جاب دالتين، داله يا باشا منهم هيروح يفضلها يعني يشتقها، وداله فيهم هيروح يكملها. اختار داله من الدالتين دول، واحده يفضلها واحده كاملها، بحيث يطلع تكامل جديد اسهل من التكامل القديم. طب اختار بناء على ايه؟ والله جرب. يعني في الاول قال لك ما تيجي ناخد الهاء اساسيين نفضلها، والسين نكملها مثلا. فالهاء اساسيين لما تتفاضل هتبقى هاء اساسيين، والسين لما تتكامل هتبقى س اس 2 على الاثنين. قالوا له طب والناتج هيطلع ازاي يا باشا؟ قال لهم بص، احنا الناتج هيطلع عباره عن ده في ده ناقص تكامل ده في ده. الكلام ده جه منين؟ الكلام ده يا باشا هتلاقيه موجود في رياضه واحد او رياضه اتنين، سواء انت حضرتك في اي جامعه في التكامل هتلاقي استنتاجه موجود، مش شغلانتنا. تمام. المهم ان انا دلوقتي عرفت ان انا هضرب ده في ده ناقص تكامل ده في ده. حلو قوي. طب وبعدين تعال نشوف بقى اللي حصل. اللي حصل ان الجديد هيطلع دلوقتي ه اس س في س تربيع على الاثنين ناقص تكامل، وانا قلت لك ناقص تكامل ده في ده، اضرب دول في بعض كده فهيبقى س تربيع على الاثنين في ه اس س بالنسبه لس. ايه الحلاوه دي؟ ده التكامل الاولاني كان ه اس س في س، دلوقتي التكامل الثاني يبقى ه اس س في س تربيع. تلاقي ان المساله دلوقتي التكامل الجديد اللي طلع ما بقاش اسهل من التكامل القديم، ده بقى ارخم من التكامل القديم. طب الراجل عمل ايه؟ قال لك طب ما تيجي نبدل هتفرق. تعال نشوف، يلا بينا. الراجل بقى قال ايه؟ قال ما تيجي ناخد السين نفضلها والهاء اس س نكملها ونشوف هيطلع ايه. فتلاقي ان السين مشتقتها واحد، والهاء اس س تكاملها هي نفسها. طب وبعدين الطريقه؟ قال لك ماشي، مش انت بتضرب ده في ده ناقص تكامل ده في ده؟ قال لك اه، تعال نطلع كام ناتج. قال لك ده في ده هيطلع س في هاء اس س ناقص تكامل ده في ده واحد في هاء اس س بهاء اس س. هنا التكامل الجديد فعلا طلع اسهل من التكامل القديم، لان التكامل الجديد تكامل هاء اس س. طب الهاء اس س تكاملها ايه؟ بهاء اس س زي ما هي. ايه ده؟ يعني ده دلوقتي بقى عباره عن س في هاء اس س ناقص تكامل هاء اس س بهاء اس س زائد الثابت. بس كده بس كده. فتلاقي فعلا ان احنا يا باشا ممكن فعلا في دوال لما تتفاضل ودوال لما تتكامل، التكامل اللي هو كان رخم بالنسبه لي في الاول يطلع تكامل اسهل بكتير جدا اكمله بمجرد النظر. طب معلش كمان واحده، يلا بينا. مثلا قام جاي في الكتاب قال لك عايزين نكمل س على ه اس 3 س بالنسبه لس. تقول لي يا باشا احنا الاسم اتفقنا ان انا اول حاجه بفكر فيها ان ممكن اطلع المقام فوق بوس سالب، فتبقى ايه؟ فتبقى س في ه اس سالب 3 س بالنسبه لس. كده دول حصل ضرب دالتين وواحده فيهم ما هياش مشتقه الثانيه، فهنعمل ايه يا باشا؟ قال لك والله هناخد داله نفاضلها وداله نكملها. هنفاضل ايه؟ قال لك خلاص بقى هنفاضل السي زي ما جت المره اللي فاتت. طب التكامل هنكمل ه اس سالب 3 س.
الس مشتقتها هتقول لي بواحد. طب الهاء أس سالب 3 س تكاملها هتقول لي هي نفسها، واقسم على معامل س. طب وبعدين هضرب ده في ده ناقص تكامل ده في ده. تعالى يا باشا نطلع الناتج. بص الناتج ده في ده يبقى ده كده س هاء أس سالب 3 س على سالب 3، يعني ممكن اقول مره مضروب في سالب تلت ناقص تكامل، ما هو سالب في سالب بموجب تكامل، هاء أس سالب 3 س على 3. ايه الحلاوه دي؟ طب ما دي يا عم هاء أس سالب 3 س على 3 يعني من الاخر تلت هاء أس سالب 3 س، يعني رقم عادي جدا. تعرف تكملها؟ اه طبعا، ما هي ده عادي اهي، سالب تلت س هاء أس سالب 3 س، ودي زائد تلت، ودي هتبقى هاء أس سالب 3 س واقسم على سالب 3 زائد الثابت. بس كده بس كده. ايه الحلاوه دي؟ يعني انا من الاخر زي ما انت شايف كده انا بفضل واحده وكامل واحده واضرب ده في ده ناقص تكامل ده في ده، يطلع لي تكامل جديد اسهل من التكامل القديم بمراحل، اكمله وخلص الموضوع. جميل الموضوع، جميل جدا. طب يا عم الحاج انا برضو متلخبط، انت بتفاضل ايه وتكامل ايه؟ قال لك بص يا عم، العلماء الصراحه جربوا كل الدوال مع بعض وبداوا ياخدوا مثلا داله وداله تانية ويشوفوا مثلا ان هي اللي بتتفاضل وان هي بتتكامل، فلما افاضل دي واكامل دي يبقى ده اسهل، ولما افاضل دي واكامل دي ده يبقى صعب جدا او ممكن اصلا ما يكملش. فبداوا ياخدوا ترتيب للدوال اللي بتتكامل. فانا قعدت مع نفسي كده وقمت يا سيدي مختصرهم، جربت كده الموضوع وقمت قايل ان ترتيب الدوال اللي بتتكامل انا مرتبهم على اسم واحد اسمه امجد. لو حفظت اسم امجد ده يا باشا التكامل بالتجزئه ده يبقى بالنسبه لك لعبه عيال. ايه امجد ده يا عم؟ قال لك ده ترتيب الدوال اللي بتتكامل. بجد امجد؟ اه. قال لك الالف ده يا باشا اختصار اسيه، ودي اول داله بتتكامل، اول ما بتشوف داله اسيه حطها في خانه التكامل. طب لو ما تلاقيتش اسيه دور على المثلثيه. حلوه جدا، يعني دور على الجا والجتا والظا والحاجات دي. اه ماشي. طب يا عم الحاج لو ما تلاقيتش مثلثيه دور على الجبريه، اللي هي يا عم مثلا اللي هي س س تربيع س تكعيب وهكذا. طب والدال؟ لا الدال ده انا مزودها عشان بس نكمل اسم كده ونظبط الدنيا. يعني من الاخر ترتيب الدول اللي بتتكامل يا باشا بالنسبه لك اسيه ومثلثيه جبريه. تلاقي اسيه حطها في التكامل، تلاقي مثلثيه حطها في التكامل، تلاقي جبريه حطها في التكامل. انت فاهم بالترتيب كده؟ يبقى اول حاجه بتلاقي الاسيه بحطها، ما تلاقيتش بدور على المثلثيه، ما تلاقيتش بدور على الجبريه، هتلاقي نفسك بتطلع تكامل جديد اسهل من التكامل القديم بمراحل. يعني مثلا دلوقتي لما اجي اقول لك عايزين نكامل يا باشا 2 س ناقص 3 في هاء اس 2 س بالنسبه لس، من غير تفكير هتقول لي والله دي داله جبريه ودي داله اسيه، مين اللي هتتكامل فيهم ولا هتتفاضل؟ الاسيه مليون في الميه. طب ايه اللي عرفني ان ده تكامل بالتجزيء؟ ده ان دول حصل ضرب دالتين ومفيش واحده فيهم عاملين مشكله ومفيش اصلا حاجه مشتقه الثانيه، فاحنا هناخد داله نفاضلها وداله يا باشا نكملها. هنفاضل ايه؟ هنفاضل ال 2 س ناقص 3. هنكمل ايه؟ هنكمل الهاء اس 2 س. تعالى نفاضل 2 س 3 مشتقتها 2، هاء اس 2 س تكاملها هاء اس 2 س على 2. طب احنا بنكمل ازاي؟ بنكمل ده في ده ناقص تكامل ده في ده. تعالى كده نطلع الناتج. فلما هضرب ده في ده هيطلع الناتج 2 س ناقص 3 في هاء اس 2 س على 2. ماشي يا عم. ناقص تكامل الاثنين هتروح مع الاثنين فيتبقى لك تكامل هاء اس 2 س. ايه الحلاوه دي؟ طب هاء اس 2 س تكاملها ايه؟ ما هي نفسها على الاثنين. ايه ده؟ يعني ده هيفضل زي ما هو 2 س ناقص 3 في هاء اس 2 س على الاثنين، او ممكن يكون مضروب في نص كده وخلاص، ناقص هاء اس 2 س على الاثنين يعني برضه مضروب في نص كده زي الثابت، وكده المساله خلصت. بس كده بس كده. فانت فعلا لو عرفت ترتيب الدوال اللي بتتكامل هيبقى بالنسبه لك الموضوع بسيط جدا 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 جدا. طب معلش تعال نكبر لك الموضوع شويه. افرض بقى حضرتك انا جبت لك مثلا قلت لك احنا عايزين نكامل س تربيع في هاء اس س بالنسبه لس. انت خلاص بقى فهمتني ان انا دلوقتي هناخد داله فاضلها وداله كاملها، وطالما شفت داله اسيه على طول يا باشا انا هحط الهاء اس س في خانه التكامل وهحط الس تربيع في خانه التفاضل. حلو، تعالى نتعامل مع بعض. س تربيع مشتقتها 2 س والهاء اس س تكاملها هي نفسها، الناتج هيطلع ايه يا عم؟ هيطلع ده في ده ناقص تكامل ده في ده. ماشي، تعالى يا سيدي نطلع الناتج. فالناتج هيطلع س تربيع في هاء اس س ناقص تكامل 2 س في هاء اس س بالنسبه لس. هتقول لي ده طلع تكامل جديد منيل ب 60 نيله.
يعني ايه يا عم؟ يعني محتاج يتكامل بالتجزئة تاني. طب ما ايه يعني؟ تعال ناخد له تفاضل وتعالى ناخد له تكامل. هنفاضل ايه يا عم؟ هنفاضل برضو الاتنين س، وهنكامل الهاء أس س عشان أسية، فتفاضل الاتنين س باتنين. طب الهاء أس س هي نفسها، كده الناتج هيطلع ده في ده ناقص تكامل ده في ده. تعالى بقى نجرب تاني. السين تربيع هاء أس س ده انا ما قربتش ليها، بس ناقص ده بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن ده في ده ناقص تكامل ده في ده، يعني عبارة عن 2 س في هاء أس س ناقص تكامل 2 في هاء أس س. الحلاوة دي، طب ما كده دي سهلة أوي. يبقى كده بقت س تربيع هاء أس س ناقص 2 س هاء أس س ناقص 2 هاء أس س تكاملها هي نفسها زائد السالب، بس اضرب السالب ده جوه فيطلع الناتج س تربيع هاء أس س ناقص 2 س هاء أس س ناقص في ناقص بزائد 2 هاء أس س زائد الثابت. وهتقول لي الموضوع كده متعب أوي، أنا هفضل أمشي كده؟ يعني همسك الدالة. طب افرض كانت سنتك عيب، يعني سنتك عيب اشتقها مرة وأكمل مرة، يطلع لي تكامل تاني يتعمل كمان مرة، يطلع لي تكامل تالت يتعمل كمان مرة، ايه يا عم أنا مش هخلص كده. قال لك طب ما تيجي نعملها مرة واحدة. انت هنعملها مره واحده ازاي؟ ممكن ازاي يا عم؟ يعني ممكن الخطوات دي كلها تتلم في حته واحده. بص نفس المساله هنا كده، انا هاخد ده اللي فاضلها في جنب اهو، وده اللي كاملها اهو يا عم. بص يا سيدي، احنا متفقين ان احنا هنكامل الهاء اس س وهنفاضل السين تربيع. قال لك في السين تربيع تفاضلها 2 س والهاء اس تكاملها هاء اس س، الناتج هيطلع ايه؟ هيطلع ده في ده ناقص تكامل ده في ده. طب ما التكامل ده يا معلم محتاج يتعمل تاني، طب ما تعمله على طول. الاتنين س مشتقتها 2 لقوا السين تكاملها هي نفسها. ايه الحلاوه دي؟ ويطلع ده في ده ناقص تكامل ده في ده. قال لك طب ما معلش، طب ما اكمل كمان مره عادي، يعني مش طالما نفعت ما عادي. الاثنين هيبقى مشتقتها بصفر والهاء السين تكاملها بهاء اس س. ايه ده؟ طب وكان الناتج هيطلع ايه؟ قال لك يا باشا الناتج هيطلع ده في ده، مش المفروض كان في هنا تكامل؟ قال لك بقى الغي بقى الخطوه دي، ما انا عملت تاني، فهيبقى ده في ده ناقص تكامل ده. لا، ما انا عملت تالت، او عامل ده في ده واخر خطوه بس هي اللي يبقى فيها تكامل. طب والاشارات اول واحده بتبقى موجب، اللي بعدها سالب، اللي بعدها موجب، اللي بعدها يعني اول واحده موجب سالب موجب سالب، ان شاء الله لو تعود من هنا للسنه الجايه. طب انت وصلتها للصفر ليه؟ عشان اقول لك حاجه بسيطه خالص. تعالى كده نطلع ناتج المساله يا باشا اهو مره واحده. ده في ده هيبقى س تربيع هاء اس س ناقص ده في ده يبقى ناقص 2 س هاء اس س زائد ده في ده يبقى زائد 2 هاء اس س ناقص تكامل صفر في اي حاجه بصفر. ايه ده؟ هو ايه تكامل الصفر ده؟ مفيش يا عم، تكامل الصفر بثابت بس، خلص الموضوع. ايه ده؟ بص على ده هي دي، بص على ده هي دي، بص على ده هي دي. طب ما انا كده طلعت الناتج في خطوه واحده. يعني ايه؟ يعني ببساطه لو معاك داله تقدر تنهيها انهيها، يعني لو معاك داله تقدر توصلها للصفر صفرها، بس بشرط ان انت تقدر تكامل الداله الثانيه بنفس العدد اللي انت اشتقيته. يعني انا هنا اشتقيت ده مره، الثانيه الثالثه لو تقدر تكامل 3 مرات تمام، ما قدرتش ما تعملش كده، خلاص هي هتبقى مره واحده بس. يعني انا هعمل الخطوه دي وهوريك دلوقتي الغلطات اللي احنا بنقابلها. طب معلش كمان واحده زيها وانجزها لي بدل ما نفضل نكرر كده. بص يا سيدي، لو جينا قلنا مثلا لحضرتك عايزين نكامل س تكعيب في هاء اس 2 س بالنسبه لس. حلو، فانا عايز اكمل دي. هتقول لي والله خلاص انا فهمت، انا هاخد ده اللي فاضلها وده اللي اكملها، وانت متفق معايا على طول ان واحده فيهم اسيه واحده جبريه، الاسيه هي اللي بتتكامل والجبريه هي اللي بتتفاضل. حلو، فالسين تكعيب مشتقتها تقول لي 3 س تربيع، 3 س تربيع مشتقتها 6 س، و6 س مشتقتها 6، وال6 مشتقتها بصفر. ايه ده؟ صفرتها ليه؟ يا عم الحاج وده اللي بقوله لك، لو تقدر توصل ده للصفر نهيها بشرط تقدر تكمل دي. هل تقدر تكمل هاء اس 2 س؟ طبعا، هاء اس 2 س بهاء اس 2 س على الاثنين. طب الكام كمان مره؟ فيبقى هاء اس 2 س على كمان 2 فتبقى على 4. طب كام مره؟ تبقى هاء اس 2 س على 8. طب كمان مره؟ يبقى هاء اس 2 س على 16. طب الناتج هيطلع بقى، هيطلع الناتج ده في ده، وبعد كده في ده، وبعد كده في ده، وبعد كده في ده، واخر خطوه بس هي اللي فيها تكامل. طب والاشارات زي ما اتفقنا مع اول واحده موجب سالب موجب سالب موجب، وانت كده وصلت المساله في الاخر ان في تكامل صفر وخلاص كده مفيش اصلا تكامل صفر، فانت لغيت خطوه التكامل الجديد اللي كان بيطلع، فكان المساله خلصت. ده انا بس هنقل، يعني هتبقى س تكعيبها اس 2 س على الاثنين، ادي اول حد يا باشا، ناقص 3 س تربيعها اس 2 س على 4
زائد 6 س ه أس 2 س على 8 ناقص 6 ه أس 2 س على 16 زائد ثابت. ايه الحلاوه دي؟ بس خلص الموضوع. ده انا لو معايا س أس 7 هعمل فيها نفس الموضوع. هفضل اشتق 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 واكمل 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 وده في ده ده في ده ده في ده واخر خطوه تكامل، واصلا ما فيش تكامل الصفر فيتبقى لنا ثابت. مفيش حاجه اسمها تكامل يعني ايه تكامل صفر؟ خلاص يا عم يعني ثابت بس خلاص يبقى كده لغايه خطوه التكامل. ما هو انت ايه الحاجه اصلا اللي كان مشتقتها بصفر؟ اللي هو الثابت. فلو قلت لك كامل للصفر يبقى الثابت خلاص، فما فيش اي حاجه. طب معلش ما فيش شواذ يعني خلاص كده هي دي الافكار بس مجرد دول؟ لا طبعا ده في بقى حلاوه. تعالى كده نشوف، يلا بينا. لو انا جيت قلت لحضرتك احنا عايزين نجيب يا جماعه تكامل لو س الاساس ه، ودي اول حته جميله قوي في الدرس بتاع التكامل بالتجزئه. اللو س الاساس ه هتقول لي ايه علاقتها بالتكامل بالتجزئه؟ مش انت التكامل بالتجزئه ده عباره عن حاصل ضرب دالتين؟ وبعدين يقول لي ما اللو س الاساس ه يا عم تكاملها واحد على س. لا ركز والنبي دي مشتقتي، ما تلمش الدنيا في بعضها. حضرتك اللو س الاساس ه احنا ما لهاش تكامل، وهي مش داله اسيه عشان اكملها هو فاضل حاجه ثانيه، وهي مش مثلثيه، وهي مش جبريه، ده داله لوغاريتمي. طب انا هعمل ايه يا عم؟ قال لك والله عشان احنا ملهاش تكامل، فانا بص انا هعتبر ان الداله ديت مضروبه في واحد، وهناخد داله نفاضلها وداله نكملها. فلو سالت نفسك سؤال لولبي كده، السؤال اللولبي بيقول مين اللي هتتفاضل ومين اللي هتتكامل؟ فهتبقى غبي جدا لو قلت لي اللوسين تتكامل. ليه غبي؟ لان احنا اصلا لو كان لها تكامل ما كنت كملتها. انا بالعقل يعني هو انا اصلا ما اعرفلهاش تكامل، فعشان كده عمليه تكامل بتجزئه. امال ايه اللي هيكامل الواحد؟ ايه ده؟ يعني انا هفاضل اللوس الاساس ها واكمل الواحد؟ لان اللوس الاساس ما اعرفلهاش تكامل بس اعرف لها تفاضل. اللوس الاساس مشتقتها ايه؟ تقول لي واحد على س. طب الواحد ده تكامله ايه؟ تكامله بس. طب وكان الناتج يطلع ايه؟ هيطلع ده في ده ناقص تكامل ده في ده. يعني الناتج هيطلع ايه؟ هيطلع س في لو س الاساس ها ناقص تكامل واحد على س في س بواحد. ايه الحلاوه دي؟ طب ما الواحد هتبقى س لو س الاساس ها، والواحد ده تكامله بس زائد الثابت. كده المساله خلصت. واحد بقى يقوم طالع هنا يسالني سؤال لولبي اكتر، يقول لي انت ما كملتش ليه؟ مش احنا كنا المساله اللي فاتت بنكمل لحد ما نوصل للصفر؟ اقول لحضرتك لان انت هنا لو كملت اصلا مش هتوصل للصفر. ايه ده؟ ليه؟ لان الواحد على س ده اصلا مشتقتها س اس سالب واحد، فالاشتقاق كمان مره هتبقى سالب س اس سالب 2، كمان مره هتبقى 2 س اس سالب 3، كمان مره. يعني من الاخر انت عمال تطرح في الاس، فعمر يا باشا ما الاس اللي معاك ده هينتهي. فعشان كده قلت لك انت لو تقدر تنهي الداله دي انهيها، بشرط تعرف تكمل دي بنفس العدد. فانا هنا خلاص ما اقدرش اصلا انهيها، فخلاص هي مره واحده، فضلت مره كملت مره واشتغلت بس خلص الموضوع على كده. انت فاهم اللي انا بتكلم فيه؟ معنى كده حضرتك لو قابلك اي مساله فيها ل س الاساس ه، يبقى انت عارف على طول انها تحط في خانه التفاضل، لان هي اصلا مالهاش خانه تكامل. يعني مثلا لو جيت وحطيت سؤال بسيط خالص وقلت لك تكامل س في ل س الاساس ه، هتقول لي ماشي، يبقى ناخد ده اللي هنفضلها وده اللي هنكملها. هفضل ايه؟ خلاص انا فهمت على طول اللوسين الاساسيه هتتفاضل. او حتى انت ما خدتش بالك ان السين دي جبريه، ما هو فيش اسيه ما فيش مثلثيه، يبقى ناخد الجبريه. بس اللوسين الاساسيه كده كده لازم تحط في خانه التفاضل عشان احنا عارفين لها التفاضل بتاعها بواحد على س. طب اكمل؟ لا طبعا اخر كده. طب السين يا باشا تكاملها س اس 2 على 2 ليه اخر كده؟ عشان ما بتنتهيش. طب وبعدين هضرب ده في ده ناقص تكامل ده في ده، فهيطلع الناتج س تربيع على 2 في لوسين الاساس ه ناقص تكامل واحد على س في س تربيع على 2. السين تروح مع التربيع يبقى لك س على 2. الحلاوه دي. طب ما كده خلصت. س تربيع على 2 في لوسين الاساس ه ناقص السين تكاملها س اس 2 على 2، فتبقى س اس 2 على 2 في 2 ب4 زائد الثابت. وكده المساله يا باشا بالنسبه لنا تكون خلصت. فاهم الكلام؟ طب جميل قوي. لو انت فهمت بقى المثال اللي جاي ده يبقى انا كده خلصت يا باشا معاك التكامل بالتجزئه. بس لو فهمت الفرق ما بين المثالين دول، ايه الفرق بقى يا جماعه من ان انا اجي اقول لحضرتك عايزين نكامل س تربيع ه اس س تكعيب، وان انا اجي اقول لحضرتك عايزين نكامل س تكعيب ه اس س تربيع؟ هل في فرق ما بين الاثنين؟ ده فرق كبير جدا، ده فرق جوهري. ايه يا باشا الفرق ما بين الاثنين دول؟ لحضرتك والله اول واحده دي اصلا مش تكامل بالتجزئه، دي تكامل بالتعويض. ليه يا باشا؟ عشان الاس ه اس س تكعيب دي معادله من الدرجه الثالثه، فالس تكعيب مشتقتها 3 س تربيع. طب ما الس تربيع موجوده اهي، يبقى انا هعمل ايه؟ هقوم ضارب هنا في 3 وبره في ثلث، وطالما معايا داله اسيه ومعاه مشتقه الاس، الناتج كده هيطلع هنا نفسها مضروب في ثلث زائد الثابت. لو ما فهمتش عملت ايه ارجع للفيديو اللي فات هتلاقي الكلام ده مشروح بالتفصيل. طب هنا بقى قال لك لا هنا في مشكله،
المشكله حضرتك ان ده اس تربيع والاس ده دي مش مشتقته. تقول لي خلاص يبقى انا هقوم واخد ده اللي فاضلها وده اللي مكملها، وهفاضل السين تكعيب وهكملها اس تربيع، وهمسك السين تكعيب اشتقها لسين تربيع، بعد كده 6 س، بعد كده 6، بعد كده صفر. كده انت غشيم موت. غشيم موت ليه يا باشا؟ لان الهاء والسين تربيع ديت ما بتكملش. ليه ما بتكملش؟ عشان هي داله اسيه، والاس ما هواش معادله من الدرجه الاولى، فانا ما اقدرش اكملها الا لما يكون مشتقتها موجوده زي دي بالظبط. ما نقدرش نكمل داله اسيه مشتقتها مش من الدرجه الاولى الا لما يكون مشتقه الاس موجوده. طب يا عم الحاج اعمل ايه في دي؟ ظبط. مش انت قايل لي ان طالما دي داله اسيه والاس مش من الدرجه الاولى لازم يكون مشتقتها موجوده؟ جيب لي الاس، ظبط لي، خلي الاس موجود، خلي الاس مشتقته موجود. ازاي يا عم؟ تعالى هنظبطها. هو الاس هنا ايه؟ الاس هنا س تربيع. طب والس تربيع مشتقته ايه؟ 2 س. روق لي على المساله بقى، خلي لي فيها 2 س. يعني ايه يا عم؟ يعني الس تكعيب ده انا اقوم اخليها س تربيع في س في هاء اس س تربيع، والسين ده اهي هنضربها في 2 وبره في النص. ايه الحلاوه دي؟ كده لا اس تربيع معاك مشتقه الاس بتاعتها طب وبعدين انا هاخد ده اللي فاضلها وده اللي هكملها. ايه اللي هيتفاضل؟ هفاضل السين تربيع. طب ايه اللي هيكامل؟ هكامل الاتنين س هاء اس تربيع، يعني هكامل الداله الاسيه بمشتقه الاس بتاعتها. فلما فاضل السين تربيع هيبقى 2 س. لما نكامل الداله الاسيه ومعانا مشتقه الاس الناتج بيطلع هي نفسها. كان الناتج هيطلع ايه؟ هيطلع ده في ده ناقص تكامل ده في ده. تعالى نطلع الناتج. يبقى النص اللي بره ده ملوش دعوه بالحوار. ده في ده بس تربيع هاء اس تربيع ناقص تكامل ده في ده ب 2 س هاء اس تربيع. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ده طلع معايا داله اسيه والاس مش معدل من الدرجه الاولى بس معاه مشتقته الناتج يطلع هي نفسها. يعني هيطلع نص س تربيع هاء اس تربيع ناقص هاء اس تربيع زائد الثابت. واحد يسأل سؤال لو لاب اكتر من الاولاني، يقول لي انت ما كملتش ليه؟ ما هو عملتش الاتنين س مشتقتها 2 والاتنين مشتقتها صفر. ليه يا باشا؟ لان انا ما اقدرش اكمل الهاء اس تربيع. الهاء اس تربيع ما تقدرش تكمل لما يكون معايا مشتقه الاس جنبها مش موجوده، ما تكملش. يبقى عشان كده في ناس بتبقى داخله غشيمه قوي، تقوم داخله يشتق يا عم وصل للصفر. لا طبعا ما يوصلش للصفر، مش في كل المسائل. مش في كل المسائل. لازم عشان نشتق يا باشا معادله من الدرجه، معلش داله اسيه والاس مش معادله من الدرجه الاولى، لازم يكون مشتقتها موجوده، مشتقه الاس موجود جنبها في المساله. عشان كده لازم تبقى ذكي، لازم تتعامل مع المسائل تبقى فاهم كل واحده ماشيه ازاي. خلاص بقى طالما انت فهمت هجيب لك الاخيره ديت، لو انت فهمتها خلص الموضوع بالنسبه لنا. عايزين يا باشا تكامل 1 زائد 4 س اس 4 هاء اس س اس 4. حلو. السؤال المنطقي اللولبي. السؤال ده هنكمله ازاي؟ هتقول لي دول دالتين، ده هاء اس نص 4 مضروبه في قوس ولا الاس مشتقته هنا ولا اي حاجه خالص. تقوم مفكر انت ثانيه، تقول لي هاء اس نص 4 ديت الاس س نص 4. طب مشتقه س نص 4 4 س تكعيب. في حاجه شوف ده 4 س نص 4 ده ممكن يبقى في 4 س تكعيب. طب ما معلش بقى طالما دي ينفع تتظبط مع دي، طب ما نخليهم لوحده. يعني ايه بقى؟ يعني نضرب دي في القوس، ما هو الواحد ده يعمل لي ازمه. فانا هعمل ايه؟ انا يا باشا هضرب القوس فيهم، فهقول له واحد في ده واحد في اس نص 4 بقى اس نص 4 زائد 4 س اس 4 هاء اس س اس 4 بالنسبه لس. السؤال المنطقي، هاء اس نص 4 ديت لها تكامل؟ اوعى تقول لها تكامل. ليه لا تكامل؟ مالهاش تكامل. ليه يا عم؟ عشان الاس ما هواش معادله من الدرجه الاولى ومش معاه مشتقه الاس. خلاص يا عم ارميها، ارميها مش عايزها، خليها تكامل لوحدها وتعالى نتعامل مع الجميله اللي يعرف نكملها دي. قال لك يا باشا يعني الهاء اس نص 4 دي ماليش دعوه بيها. يا عم ماليش دعوه بيها خلاص. طب ودي 4 س اس 4 هاء اس نص 4 هاء اس نص 4 مشتقتها 4 س تكعيب، اقوم انا مخلي دي س ومخلي 4 س تكعيب هاء اس نص 4 دول مع بعض. وهنعمل ايه يا باشا؟ هناخد ده اللي هنفاضلها وده اللي هنكملها. هنفاضل ايه يا فنان؟ قال لك هنفاضل السين لوحدها. طب هنكمل ايه؟ هنكمل الاربعه س تكعيبها هاء اس نص 4 على بعضها، فالسين مشتقتها بواحد. طب دي تكاملها هي نفسها عشان معانا ده اللي اس ومعاه مشتقه الاس، الناتج يطلع ايه؟ ده في ده ناقص تكامل ده في ده. ما ينفعش اكمل كمان مره، لا، لان هاء اس 4 ما لهاش تكامل يا باشا. يلا عوض. شوف الحلاوه بقى، ده تنزل زي ما هي زائد اللي نزل زي ملهاش تكامل تنزل ماليش دعوه بيها. طب دي بقى اهو حلها اهو، هضرب ده في ده يبقى س هاء اس س اس 4
ناقص تكامل ده في ده، 1 في أس نص 4 بها أس نص 4. شفت اللي حصل؟ طلع تكامل ه أس نص 4، تكامل أس نص 4 ده بالموجب ده بالسالب يروحوا مع بعض، يتبقى لك س ه أس نص 4 زائد السالب. وهو ده اللي عايز اوصله لك، ان مش لازم الحاجه اللي تبقى معاك لها تكامل، لا هو ممكن يبقى جايبها لك ملهاش تكامل عشان تتشال من المساله مع حاجه ثانيه. فانت لازم تبقى فاهم ايه اللي بتكمل وايه اللي ما بتكملش زي ما قلت لحضرتك من الاول خالص. لو انت فهمت المساله دي فانت كده وصلت فعلا خلاص، ان انا كده انا فاهم انا هكمل امتى وايه اللي هيتفاضل وايه اللي هيتكامل، خلاص الموضوع كده بالنسبه لك خلصان. يجي هو بقى الراجل عشان يجمع لك التجميعه اللذيذه بتاعه الدرس بتاعتنا، يقوم جايب لك سؤال بعد كده يقول لك يا سيدي انا عايز اكامل حاجه بطريقتين مختلفتين. طب هو انا اصلا عندي كام طريقه؟ ما هو المنهج اصلا بتاعي هما الطريقتين، يا تكامل بالتعويض يا تكامل بالتجزيء. يا اما المساله تكون ممكن تتبسط، مثلا نعرف نختصر بسطه مع المقام، خصوصا نضربهم في بعض زي ما كنا بنتعلم يا سيدي في المضاربات القوليه. يعني مثلا ناخد مثال على كده ونحلها بالطريقتين. يجي يقول لحضرتك تكامل 6 س على الجذر التكعيبي ل 2 س زائد 3 بالنسبه لس. يقول لك اوجد بطريقتين مختلفتين. ما احنا فهمنا طريقتين مختلفتين يعني تكامل بالتعويض او تكامل بالتجزيء. واحد يقول لي طب ماشي بالتعويض انا عارف ان في مشكله هنا عندي فين؟ في الجذر. طب ما اروح افرضه، افرض اللي تحته ولا جاي. خلاص يا عم بقى انت فهمت بقى، مش هنقعد نعمل كتير. افرض يا عم اللي تحته اللي كله اي حاجه. افرض اللي تحت يا عم ماشي عادي. هنفرض ان ع بتساوي 2 س زائد 3 عادي جدا، ودي ال 3 يبقى ع ناقص 3 بتساوي 2 س. عايزين نجيب الس نقسم على الاثنين، يبقى نص ع ناقص 3 على الاثنين بتساوي س. اشتق، يبقى يا سيدي س مشتقتها د س، والنص ع مشتقتها نص د ع، وطلعت مشتقتها بصفر. وتعالى نعوض. تكامل 6 السين اهي بنص ع ناقص 3 على الاثنين على الجذر التكعيبي للمقدار ده، يعني هيبقى الجذر التكعيبي لع، والدال س بنص دال ع. حلو. فاللي هيحصل ايه؟ هنضرب النص مثلا مع الستة في التلاتة، نضرب التلاتة جوه تبقى 3 على 2 ع ناقص 9 على 2. الكلام ده كله مقسوم على ع أس تلت لما تطلع فوق بعين أس سالب تلت. أحلالي يعني. عشان أضرب تبقى 3 على 2 ع أس 1 في ع أس سالب تلت بعين أس 2 على 3 ناقص 2 على 2 في ع أس سالب تلت تفضل زي ما هي، وكده أقدر أكمل عادي خالص. تبقى 3 على 2 وهنزود على الأس 1 ونقسم على الأس الجديد، وهنا هنزود على الأس 1 يبقى تلتين ونقسم على الأس الجديد زائد الثابت. طبعا مقام يطلع بسط، مقام يطلع بسط، وبعد كده خلصت المسألة. بس في حاجة ناقصة، إن أنا أرجع أعوض بالعين تاني زي ما احنا متعودين يعني. ده التكامل بإيه يا باشا؟ بالتعويض. طب نفس المسألة دي لو أنا عايز أكملها بالتجزيء، قال لك عادي، بس التكامل بالتجزيء لازم يكون حاطط ضرب دالتين، فمش اسم. لازم أعمل إيه؟ لازم أطلعها فوق بوز سالب ويبقوا عبارة عن دالتين مضروبين في بعض، هفاضل واحدة وكمان واحدة واشتغل. إزاي؟ يلا بينا. يعني المسألة هتبقى كده تكامل 6 س في 2 س زائد 3 الكل أس سالب تلت. وبعد كده هنعمل إيه؟ هناخد دالة نفاضلها ودالة يا باشا نكملها. اللي هيتفاضل هيبقى 6 س، اللي هيتكامل هيبقى 2 س زائد 3 الكل أس سالب تلت. وتعالى يا باشا ال 6 س تفاضلها ب6، ال6 مشتقتها بصفر بس. خلصت. ليه انت وصلت عشان اقدر اكمل ده؟ مش ده قوس؟ يا عم هنزود على الأس 1 هيبقى أس 2 على 3، وهنقسم على الأس الجديد وهنقسم على معامل السي، يعني دول كده ب 4 3. طب وبعد كده هنكمل كمان مره، هنزود على الأس 1 هيبقى 5 على 3، وهنقسم على الأس الجديد وهنقسم على معامل السي، بس ما تنساش المقام القديم اللي هو 4 على 3. الكلام ده يطلع ده في ده، ده في ده، واخر خطوه طبعا فيها تكامل، وده موجب سالب. موجب التكامل اللي هو الاخير اصلا اللي هو تكامل صفر مش موجود. فلما اضرب دول في بعض هيبقى ايه؟ هيبقى 6 س في 2 س زائد 3 الكل أس 2 على 3، الكلام ده كله مقسوم على 4 على 3 ناقص 6 في 2 س زائد 3 الكل أس 5 على 3 على دول كلهم في بعض. 4 على 3 في 5 على 3 في 2، 4 في 5 ب 20 في 2 ب 40 على 3 في 3 ب 9 زائد الثابت. مقام يطلع بسط، مقام يطلع بسط، وخلص الموضوع بالنسبه لي. يعني السادة هتبقى 3 في 6 ب 18 و9 في 6 هيبقى معانا 54 على 40، وخلص الموضوع بالنسبه لي. يعني من الاخر خلاص كده انا اقدر اكمل اي مساله سواء بالتعويض سواء بالتجزيء، وفهمت امتى استخدم التعويض وامتى استخدم التجزيء. ان شاء الله الفيديو الجاي هنبدا نخش على تكامل الدوال المثلثيه عشان بقى تكمل الموضوع. يعني تبقى انت عرفت كده ازاي تكامل بالتعويض وتكامل بالتجزيء وتكامل الداله المثلثيه موجوده كمان معاهم، ان التكامل بتاع الداله المثلثيه ده من اهم الدروس اللي في المنهج اللي بتقفلك الموضوع. ولو احنا فهمنا فعلا
الدرس بتاع تكامل الدوائر المثلثيه هنقدر نطبق على الكلام ده كله، ولو طبقنا على الكلام ده كله خلاص بالنسبه لنا هيبقى المنهج الباقي انه لعب عيال. فاستناني قريب جدا عشان الفيديوهات جايه بشغل جامد قوي قوي قوي. السلام عليكم.